لما تسمع كلمة فيراري أول حاجة بتيجي في بالك السرعة، الفخامة والشخصية الإيطالية اللي مش بتتكرر. لكن لو جينا على عالم الموتوسيكلات في علامة تانية واخدة نفس اللقب، دوكاتي. النهاردة هنجاوب على سؤال ليه بيقولوا إن دوكاتي هي فيراري بتاعت الموتوسيكلات. خلينا نبدأ من الأول. إيطاليا بلد مشهورة بالمكرونة، البيتزا والفن، لكن في عالم السرعة إيطاليا حاجة تانية خالص. فيها كل حاجة لازم يبقى ليها لمسة جمالية، من الكافيه الصغير في روما لحد أسرع عربية في العالم. في بولونيا سنة 1926 اتأسست دوكاتي، بس مش عشان الموتوسيكلات أساساً، لكن علشان أجهزة الراديو. الهدف وقتها صناعة مكونات وأجهزة للراديو، خصوصاً جهاز مشهور وقتها اسمه ماننس. احنا بنتكلم عن فترة ما قبل الحرب العالمية التانية، وقت ما الراديو كان زي الإنترنت دلوقتي، التكنولوجيا اللي غيرت العالم حرفيا. الشركة نجحت جدا لدرجة إنها سنة 1935 فتحت مصنع ضخم في بولونيا اسمه بورجو بانيجالي، وده نفس المكان اللي موجود فيه مقر دوكاتي لحد النهاردة. لكن كانوا لسه ما عملوش ولا موتوسيكل لحد الحرب العالمية التانية، لما المصنع اتقصف وبعدها الحكومة الإيطالية شجعت الصناعات الصغيرة اللي تساعد في إعادة بناء البلد، ومنها وسيلة مواصلات رخيصة وصغيرة للناس. هنا دوكاتي دخلت عالم الموتوسيكلات وبدأت بحاجة بسيطة جدا، اختراع اسمه كوتشلو أو الشبل بالإيطالي سنة 1946. كان موتور صغير بيركب على أي عجلة عادية ويحولها لموتوسيكل. بعد كده بدأت تنتج موتوسيكلات كاملة من تصميمها لحد ما وصلنا للوحوش اللي بنشوفها النهاردة زي بانيجالي وستريت فايتر. يعني من شركة راديو صغيرة لأسطورة في عالم السباقات والموتوسيكلات. التحول ده في حد ذاته قصة ملهمة لأي حد بيحب التاريخ والتكنولوجيا. ممكن نبقى نعمل فيديو تاني منفصل عن تاريخ الشركة دي من بدايتها. ولكن على الجنب التاني في قصة تانية قريبة من دي. في مارنيلو سنة 1947 انطلقت فيراري رسميا بعربية سباقات صنعت أسطورة على 4 عجلات. لكن السر مش بس في التواريخ، السر في العقلية الإيطالية نفسها. الإيطاليين ما بيعملوش حاجة عشان تبقى كويسة وخلاص، لا، لازم تبقى جميلة، سريعة، وليها روح وشخصية. والنتيجة آلات ميكانيكية بس تحس إنها عايشة، تحس إن فيها روح. فيراري خدت الفلسفة دي للعربيات، ودوكاتي خدت نفس الروح للموتوسيكلات. إيطاليا ما بتعملش مركبة وخلاص، إيطاليا بتعمل حلم بيتحرك. اللي بيجمع دوكاتي وفيراري أكتر من أي حاجة هو السباق. في فرق ما بين شركة بتعمل منتج عشان تبيعه وشركة بتدخل التراك عشان تحارب. فيراري فورمولا 1 ودوكاتي في موتو جي بي. الاتنين شايفين ان الحلبة معمل ابحاث مفتوح، كل لفة بيساوي بيانات، كل سباق بيساوي تجربة جديدة، وكل فوز بيساوي تكنولوجيا هتنزل للناس بعدين. دوكاتي مثال واضح جدا، زي الديزموتروميك فالف سيستم، اختراع بيخلي حركة الصمامات ميكانيكية بالكامل بدل السوست التقليدية، والموتور بيستحمل لفات الار بي ام مجنونة من غير ما يخسر اي كفاءة. الوينجلتس او الاجنحة بدأت مع دوكاتي قبل ما توصل للشارع. الاجنحة اللي بقينا بنشوفها على كل الموتوسيكلات دلوقتي دوكاتي كانت هي البداية بتاعتها في الموتو جي بي. التراكشن كنترول واللانش كنترول والكويك شيفتر، حاجات كتير بتتعمل للسباق بس، لكن دلوقتي ممكن تلاقيها في دوكاتي بانيجالي في 4 اللي ممكن اي حد يشتريه. دوكاتي بتاخد اللي بتتعلمه وهي بتكسب سباقات عالمية وتنقله للعميل اللي بيركب بايك في شوارع مدينته. فيراري نفس الكلام، فيراري دخلت الفورمولا 1 سنة 1950 ومن يومها وهي أيقونة البطولة، أكتر فريق فاز ببطولات للصانعين وأكتر فريق ليه تاريخ أسطوري في الفورمولا 1. كل عربية فيراري F1 مش بس للسباق، دي معمل متحرك، نظام التعليق، الديناميكية الهوائية، تقنيات المحرك، حاجات بتتجرب هنا لأول مرة قبل ما توصل لعربيات الشارع زي لا فيراري والاس اف 90. لما تسمع ان فيراري اغلى عربيه في العالم او ان دوكاتي بانيجالي في 4 ممكن يعدي $50,000، الموضوع مش بس ارقام. انت مش بتشتري موتور او بتشتري موتوسيكل، انت بتشتري تاريخ، تقنيات، واسطوره. زي ما فيراري رمز للفخامه الايطاليه على 4 عجلات، دوكاتي هي نفس الرمز ده على عجلتين. دوكاتي مش ارخص موتوسيكل ابدا، واللي بيركبها عارف انه اختار اسلوب حياه مختلف، من صوت المحرك للشاسيه المتصمم زي ما يكون تحفه فنيه، للتكنولوجيا اللي جايه من سباقات موتو جي بي. المميز ان كل حاجه مصنوعه عشان تبهرك كل مره تشوفها. والبرستيج مش بس في السعر، البرستيج في الاسم نفسه. لما تقول معايا دوكاتي ده معناه انك معاك موتوسيكل معمول بنفس الروح اللي اتعملت بيها الفيراري. الايطاليين عندهم كاريزما مختلفه، وده سبب انك تلاقي الاسم ده لوحده ليه قيمه قبل اي رقم. السر كمان مش بس في السرعه ولا التكنولوجيا، السر في الفلسفه الايطاليه اللي شايفه ان الاداء لازم يكون ملفوف مع الفخامه. فيراري مثلا اغلب عربياتها بتبدا من اول $250,000 وانت طالع، وموديلات خاصه زي لا فيراري بتوصل لاسعار الملايين الدولارات. وده قبل ما ندخل في مزادات العربيات الكلاسيك اللي اسعارها بتكسر ارقام قياسيه كل سنه. الموضوع مش مجرد وسيله نقل، ده ستايل حياه. لما حد يختار فيراري او دوكاتي هو بيختار انه يعيش جزء من الحلم الايطالي، حلم السرعه، التكنولوجيا والفخامه. في عالم الميكانيكا في حاجه اسمها السول او الروح. ايوه السرعه والاداء مهمين، بس اللي بيخلي الاله دي تعيش في قلبك هو الصوت. فيراري مثلا مواتير الفي 12 والفي 10 بتوعها ليها نغمه موسيقيه خاصه.
لفة RPM، كل نقلة غيار، كل تسارع كأنك بتسمع سيمفونية إيطالية مكتوبة في مارلينو. مش صدفة إن الناس بتسمي صوت فيراري ده إيطاليان أوبرا. دوكاتي نفس الحكاية بس بطريقتها بمواتيرها الخاصة، زي ال V4 وال L Twin، ليهم شخصية محدش يقدر يقلدهم. الصوت العميق عند السرعات القليلة، الصرخة لحد لما توصل للريد لاين، حتى الفالف سيستم بتاعهم ليه صوت مميز لما يشتغل على RPM عالي. علشان كده لما بتسمع فيراري او دوكاتي من بعيد انت عارف ايه اللي جاي من قبل ما تشوفه. الصوت هنا مش بس طالع من الموتور، الصوت جزء من هوية الآلة دي، زي الإمضة بتاعت الفنان على لوحته كده. لو سألت اي حد فيراري او دوكاتي بالنسبة له ايه، غالبا مش هيقولك سرعة ولا تكنولوجيا ولا حتى فلوس، هيقولك إحساس إنك جزء من حلم اتبنى عبر أجيال كتير، إحساس إنك سايق حاجة فيها روح البلد اللي صنعتها، إيطاليا اللي شايفة الميكانيكا فن والموتوسيكل أو العربية لوحة فنية مش مجرد وسيلة مواصلات. فيراري ودوكاتي مش بيبيعوا منتج، هما بيبيعوا هوية، لون أحمر مرتبط بالحماس، تصميم يخلي الناس تبص وراهم، وصوت يخلي قلبك يدق أسرع. ويمكن عشان كده الناس بتدفع ملايين، مش بس عشان السرعة، لكن عشان تعيش لحظة تبقى فيها جزء من الأسطورة وجزء تاني من ذكرى عمرها ما هتتنسي. لأن في النهاية فيراري ودوكاتي هم مراية للحلم الإيطالي نفسه، شغف، جمال، سرعة بتجري في الدم. في الآخر من مصانع بولونيا ومارلينو لسباقات العالم كله، من صوت محرك بيهز الأرض لخطوط تصميم تخلي كل الناس تبص عليها، فيراري ودوكاتي مش بس آلات، دي فلسفة كاملة، مزيج بين الهندسة والفن، بين العقل والقلب، بين السرعة والحلم. لما تركب دوكاتي أو فيراري انت مش بس سايق، انت جزء من أسطورة بتتكتب من سنة 1926 ولسه مستمرة لحد النهاردة. في عالم مليان من التكنولوجيا والسرعة، في حاجة واحدة بس الإيطاليين بيعملوها زي ما تكون قطعة موسيقية، موتوسيكل أو عربية لكن بروح حقيقية. متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، وشكرا على المشاهدة.